السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ احنا متابعين، وحشتوني كتير جدا. يا رب تكونوا بخير وبسعادة وفي احسن حال كده وصحة جيدة ان شاء الله. انا النهاردة طلعت كده على السطح، قلت اشوف الدنيا بقى فيها ايه، عشان عايزة انضف العشة كده زي ما انتوا شايفينها. بصوا بصوا المكان، هو يعني هو نضيف، مش هقول لكم ان المكان ان هو مش نضيف جامد ولا حاجه، لا المكان نضيف وحلو. بس انا عايزه بقى ايه، يعني ايه، انا بعدي كل 3 ايام مثلا كده وانضف تحت الطيور. فانا زي ما انتم شايفين المكان معايا اهو يا حبايبي، كده هنضفه واحك الارضيه دي كويس من السبله اللي هي لازقه فيها دي كده، واطلع الاكل والحاجه وده كله عشان ننضف المكان ده. ودي الفراخ معانا اهي اللي احنا واخدينها من هبه. بصراحه انا عملت لها الخلطه الاكل دوت، جايبه نتيجه معاها في البيض جدا. الحمد لله، فرق جامد يعني. قبل ما اعمل لها الخلطه دي وبعديها انا بعمل لها ايه، ده عيش على علف بياض تركيز 18 وشيشه. انا جبت الحاجات دي كلها كده بخلطها مع بعضيها، وكمان برش عليهم الصدف اللي انا قلت لكم عليه عشان البيض. ولو امكن ولقيت رز شعير بخلط برضو، يبقى رز شعير وعلف بياض وشيشه وعيش، بندق العيش وننعمه كده. اللي عندها مدشه ممكن تاخد لو مكومه يعني كميه عيش حلوه يعني في الشكاره او حاجه، بتاخدها في مدشه عندها وتدشها لها، بتبقى زي الذره الدشيشه كده، ما احنا ايه دشينها. هو ناعم بصوا اهو، مش باين كله في قلب بعض. انا كان عندي شكاره عيش، دشيتها كلها وخليتها نعمها لي كده زيه زي الدشيشه والعلف. خلطت بقى العيش مع الدشيشه مع العلف البياض تركيز 18، عشان التركيز ال 18 فيه فايده وغذاء ليهم، يعوضهم برضو في البيض. وبصوا الفرخه كل ما اجي امسكها تحس ان هي عايزه ايه تتكبس، عشان دي كده عايزه تبيض. دي كده يا جماعه عايزه تبيض. وفي ناس كتير طلبت مني ان انا اعمل لها فيديو عن الفرخه تعرفيها ازاي جواها بيضه ولا لا. انا هقول لكم في الفيديو حاضر. الاول اقول لكم على الخلطه دي. انا خلطت عيش هتوفر معاكم كتير في الفلوس وفي الاكل، وبدل ما هتحطي علف صافي ومش هتلاحقي طبعا في غلو العلف. كلنا عارفين ان العلف عمال يروح في داهيه وغلو يعني بدرجه مهوله. لا انت هتعملي كده لو عندك فراخ بتبيض، لو عندك بط عايزه تعلفيه برضو عشان رمضان، لو عندك اي طيور بلدي، فراخ بلدي مشعر، اي طير عندك في البيت هتخلطه. لو عندك برضو فراخ تسمين، الفراخ التسمين بس بعد ما تعدي شهر معاكي، يعني تبقى عمر شهر كده او 35 يوم، تخلطي لها من كده برضو عادي، علشان برضو انت مش هتلاحقي ان انت تاكلي علف صافي في الغلو دوت. وطبعا التسمين احنا عارفين بياكل بكميه مهوله. فانا جبت يا حبايبي الدشيشه وعلف بياض تركيز 18، بس لو فراخ تسمين هتحط لها علف تركيز 21، مش هتحطي تركيز 18. انا بحط 18 عشان دي فراخ بتبيض بياضه. انما انت لو هتسميني بط او هتسميني فراخ تسمين عشان تشيل معاكي اوزان هتحطي علف 21، ما تجيبيش ال 18 للفراخ اللي انت هتسمينيها، برضو عشان نبقى عارفين. يبقى هنجيب العلف وهنجيب الدشيش وهنجيب العيش. ولو عندك رز شعير برضو للفراخ البياض برضو مش للتسمين هتخلطي بيه. وانا عندي كان عندي صدف بحط برضو بقلبه في قلب الاكل دوت، بيدوهم فيتامينات برضو. وبحط لهم العلفه دي مرتين في اليوم يا حبايبي، بطلع مره كده الصبح احطها لهم ومره تانية بعشيها بيهم، بحط لهم يعني ايه كميه حلوه بتكفيهم يعني. فدي العلفه ديت اللي عاوز يسمن الفراخ وللفراخ تجيب منها انتاج بيض. برضو العلفه دي اللي انا حطاها دي واللي انا قلتها لكم دلوقتي جميله جدا للبيض وللاوزان ولكل حاجه. ده كده ايه الخلطه اللي انا عملتها للفراخ وجابت نتيجه معايا، وبسم الله ما شاء الله على البيض وعلى وزنهم، ما خسوش ولا حاجه، ومخلين الفراخ زي ما انتم شايفينها زي الورد كده زي ما انتم شايفين، وعرفها احمر وبتبيض ما قطعتش. انا ما نقلتهم من عندي هبه وجبتهم عندي هنا، المفروض ان هم كانوا هيقطعوا بيض، عشان زي ما احنا عارفين طبعا بيغيروا المكان. الفرخه اللي بتبيض لما تغير مكانها بتقطع بيض شويه ايام لحد ما تتعود على المكان وبعد كده ترجع تاني. انا بسم الله ما شاء الله الله اكبر ما قطعوش بيض عندي ليه، عشان انا على طول وليتهم بالاكل، وكمان هم اتعودوا على المكان عندي، وكمان عملت لهم الاكل الصح اللي المفروض يخلوهم زي ما هم بيبيضوا. فزي ما هم الحمد لله يعني والله اكبر ما قطعوش اكل، ما قطعوش بيض عندي ولا حاجه، فضلوا يبيضوا زي ما هم. وربنا رزقني منهم بعد ما هبه جابتهم لي وعوضتني خير واديتهم لي عشان يبقوا فتحه خير عليا، وعشان ربنا يرزقني منهم ببيض ويكون فتحه خير عليا في القناه وفي كل حاجه. وفعلا
هبه عملت خير جامد وعملت معروف فيا ان هي عملت كده، والحمد لله يعني ربنا يبارك فيهم يا رب، وربنا يصلح حال هبه وحال الجميع. الفراخ فضلت معايا زي ما انتم شايفينها كده، عرفها احمر اهي، ما دبلتش ولا حاجه، وبتبيض زي ما هي، وبتديني انتاج البيض، وفي نفس الوقت انا وريتها بالاكل والشرب والحمد لله، لان هي طبعا مديها لي بسماح نيه، وهي نفسها تجيب الدنيا كلها وتديها لي. انتوا عارفين هبه وعارفين قلبها الطيب، والله يا جماعة، والله مش عشان هي أختي، هي نفسها تعمل أي حاجة بجد عشان تسعدني بيها، ونفسها تعمل أي حاجة بجد عشان تراضيني بيها، وربنا يراضيها يا رب في ولادها وفي عيالها وفي بيتها يا رب العالمين، وفي دنيتها كلها زي ما هي بتحب تراضي الجميع كده. ومش معايا أنا بس يا جماعة، على فكرة هي بتراضي أي حد، والله هبة مع أي حد أيا كان، سواء حد تعرفه أو حد غريب أو حد يعني، مش أنا برضو بقول لكم مش عشان هي أختي، أنا بقول والله بتكلم الحقيقة، هي بتحب تراضي اي حد، ولو شافت اي حد في ضيقه او اي حد مكسور خاطره او اي حد طلب منها ايا كان، حتى لو هي بصي مش في جيبها غير اللي هي هتديهوله، وما فيش في بيتها غير اللي هي هتبعته، برضه ما بتسيبش حد مكسور خاطره، بتجبر بخاطر الناس كلها وبتجبر بخاطر الجميع، عشان كده ربنا يجبر بخاطرها وهيرضيها في عيالها وفي بيتها وفي مالها وفي صحتها ان شاء الله. بس هم يا حبايبي كده، انا حبيت اعمل لكم الفيديو عن الفراخ، ان هم يعني بسم الله ما شاء الله الله اكبر زي ما احنا شايفين كده. البيض زي ما هو، والعلفه دي زي ما انا قلت لكم توفير عليكم في العلف وتوفير عليكم في كل حاجه وفي الميزانيه كمان، وفي نفس الوقت مش هتخلي الفراخ تخس معاكي، ولو فراخك بتبيض مش هتخليها تقطع بيض معاكي ولا حاجه. نفس العلفه دي برضو انا باكل منها الحمام، نفس العلفه ده انا باكل منها الحمام الفرنساوي والحمام الهجين اللي عندي. بحط لهم برضو من نفس الخلطه ده، ونفس عارفين يا جماعه، انا بحط العلف صافي للحمام ما برضوش ياكلوه، وجبت الكلفه حطيتها لهم برضو، امتنعوا عنها كام يوم ما كلوش. لما عملت لهم الاكل ده وحطيت لهم فيه عيش وكده، ممكن كمان والله ينقوا العيش ويسيبوا العلف والدشيش والحاجه كمان. يعني الحمام بسم الله ما شاء الله، لو قطعت له عيش بس كده، لو عندك عيش بايت وانت مش عايزاه بقى بلدي يعني، ومش عايزاه او اي حاجه، هتقطعي لي الحمام صغير كده بايديكي وهتحطوه له، هياكلوا اكتر ما هياكل العلف والكلفه والدشيش والحاجات دي. الحمام حتى الفرنساوي كمان مش هتصدقوني، بياكل العيش ويسيب الدشيش والعلف والكلفه والكلام اللي احنا عارفينه ده كله. بيحب العيش جدا جدا. انا والدتي الله يرحمها كانت مربيه، كانت ماليه البيت علينا حمام وطيور بسم الله ما شاء الله، كان عندنا زمان بقى حوش كبير كده، والحمام ده كان اوضه لوحده مليانه، والله يا جماعه والله كانت مربيه على العيش، كانت مربيه على العيش بس. تقوم الصبح تجيب العيش البلدي دوت تكون مبيتاه، وتروح فركاه بايديها كده وتقطعه قطع صغيره وترمي للحمام في الارض. الحمام كان بينزل الله اكبر عليه، كنت تحبي تقفوا كده بس ان انتوا تبصوا على منظر الحمام، الله اكبر عليه بجد يعني. كان ينزل على العيش، وكان متربي على العيش ليل نهار، لا عمرنا بقى جابت كلفه ولا الكلام ده ولا بتاع، اكل بيتي والعيش البلدي دوت، وكان بينتج اعلى انتاج. والله لو اقول لكم ان البلد كلها كانت كسره عندنا من الحمام دوت، ومربيه عندنا من الحمام ده وشغال الله اكبر عليه، ما تقولوش زي دلوقتي، كان زمان خير وكان زمان، وهي كان ايديها بصراحه فيها خير وبركه، الله يرحمها يا رب ويرحم امواتنا جميعا. كانت ماليه البيت علينا خير من كله، واكل بسيط وكل حاجه اكل بيتي وحاجات بسيطه كلها يا جماعه، وكان ربنا بيبارك في الحاجه وفي الطيور، وكان اعلى انتاج واعلى اوزان، والدنيا كانت شغاله بصراحه، كان زمان كان خير خير فعلا عن الايام دي يعني. فربنا يا رب يديم الخير على الكل، وترجع ايام زمان تاني بالخير وبكل اللي فيها يا رب وبحلوها ان شاء الله يا رب العالمين. فانا بقول لكم يعني انت ما تتعبيش، عندك اكل، عندك علف، عندك دشيشه، عندك عيش، عندك اي حاجه، ما تقفيش على حاجه. مش شرط ان انت يبقى عندك علف صافي تحطي وخلاص، والحمام برضو مش شرط ان انت تجيبي له كلفه او علف صافي او حاجه. لو مش عندك اكل خالص، هتقطعي العيش اللي انا بقول لك، وزن البيوت كلها ما بتخلاش من العيش، بيبقى عندنا كلنا العيش، هتقطعي العيش دوت وهتحطوه لهم وهياكلوه، اللي الحمام للفراخ لاي حاجه. انا ساعات بتيجي عليا ايام، مش هضحك عليكم ولا اقول لكم انا على طول ببقى العلف والبتاع، ساعات بتيجي عليا ايام وبتبقى الميزانيه مش سامحه ان انا اجيب عيش، بروح جايه مقطعه، مش سامحه ان انا اجيب علف، اسفه حبايبي معلش، انا مش سامحه ان انا اجيب علف واجيب اكل ان هو يعني ايه اللي احنا بنشتريه، بجيب العيش واروح مقطعاه واعمل زي ما انا قلت لكم كده، يعني زي ما تقولوا كده وراثه بقى عن امي حبيبتي، فانا كنت ايه بعمل زيها بصراحه، والحمد لله وربنا يبارك في الحاجه اهي، وزي ما انتم شايفين الحاجه اهي فل قدامكم اهي، والتصوير مبين والله الحقيقه كلها، والعين الحمام اهو الله اكبر عليه. خلاص الحمام الفرنساوي ده هيشتغل كلها كام يوم يعني ان شاء الله، قرب البلدي لسه قدامه شويه،
ودوت الفراخ اهي، الله اكبر عليها يعني. زي ما قلت لكم بقى الفيديو اللي هو بتاع ان احنا نعرف فيه الفراخ عليها بيض او لا، والبطه انا هعمله لكل حبايبي اللي طلبوه مني في التعليقات ان شاء الله، وهعرفكم ازاي تعرفوا اذا كان جواهم بيض او لا، عشان لو عايز تذبحي فرخه او حاجه او تعرفي البطه تجسيها ازاي وتعرفي هي جواها بيض ولا لا. هعمل لكم فيديو، استنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله نعمله مع بعض، ونعرف برضو الناس اللي مش عارفه نعرفها ازاي تجس الفرخه او تجس البطه وتعرف عليها بيضه او لا. استنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله. وده الفيديو بتاع النهارده، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه يا حبيب قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.